بسم الله. النهاردة أول ليكشر في الكورس اللي هنبتدي فيه كورس الفيزيكس 1 أول برانش كلاسيكال ميكانيكس. إن شاء الله في الليكشر دي هنشرح الديسكريد موشن، الوصف إزاي بنوصف الحركة. والحاجات اللي أنا هقولها في الأغلب أنت حاجات عدت عليك، وأنا مش جاي أقولها لك بنفس الطريقة اللي أنت خدتها أو اللي أنت عارفها. أنا جاي بس عايز أوضح شوية حاجات، وهي ازاي المفاهيم دي اتحطت من الأول. انت لما تيجي بتدرس المفاهيم دي، اتحط لك الديفينيشن دي، اتحط لك القانون، لكن معلكش ازاي فكرنا فيها ووضعناها. انت بتستخدم الفورمولا قدام البروبلم، تستخدم يقول لك هتستخدم الفورمولا دي، فانت بتستخدمها وتطلع نتائج. في حاجتين ناقصين انت ما اتعلمتهمش. اولا التفكير، انت ما فكرتش ازاي وضعنا الحاجة دي والفورمولا دي، انت بتستخدمها وخلاص. ثانيا لما بتحل بروبلم ما بتعرفش هل معنى النتائج اللي انت طلعتها. يعني انت لما تطلع لي الفيلوسيتي او الاكسلريشن او ايا كان مثلا دي ساين كذا ورقم بتاعها كذا، انت المفروض الارقام دي لما نفترض مثلا ان انت ان شاء الله تبقى عالم كبير، المفروض انت تعرف تحلل البيانات دي، تعرف معنى النتائج اللي انت طلعتها دي ايه، بتدل على ايه. دي مهارة كمان بتفتقدها المفروض نتعلمها. فاحنا ان شاء الله في الكورس ده اغلب احنا بنتحاول نقول. احنا مش جاي اقول لك نفس المعلومات اللي انت خدتها او انت عارفها، انا جاي اسويها لك للمفهوم اللي كان ناقصك. فأتمنى يكون كورس مفيد لينا كلنا. هنبتدي النهاردة هنشرح ازاي بنوصف الحركة. وعشان أوصف الحركة هحتاج 3 مفاهيم. أول مفهوم اللي هو displacement، تاني مفهوم اللي هو velocity، تالت مفهوم اللي هو acceleration. قبل ما أشرح أي حاجة من دي، أنا الأول عايز أفكر بحاجة اسمها البوزيشن، الموضع. يعني إيه موضع؟ موضع اللي هو مكانك بالنسبة للريفرنس بوينت، النقطة مرجعية. يعني إيه؟ يعني لو كان في شجرة هنا وأنا مشيت 40 متر عنها، وجا حد سألني أنت فين؟ أقول له أنا على بعد 40 متر عن الشجرة اللي قدامك دي. الفكرة أنا جيت أوصف مواضيع وصفته بالنسبة للشجرة، فده بنسميها ريفرنس بوينت، نقطة مرجعية. اللي احنا بعد كده دي نوصف الكلام ده على الأكسس. لما تيجي تسألني انت مثلا لو دي اكس دي تايم، انت بتقول لي انت موضعك قد ايه بالنسبة للأوريجن. فأنا موضعي هنفترض إن دي 5 في الزمن اللي هو بعد 4 ثواني، انت موضعك فين؟ 5. دي بالنسبة لإيه؟ للأوريجن. ده البوزيشن، ده معنى البوزيشن اللي عايزك تبقى عارفه. بعد كده هبتدي دلوقتي هتكلم في اللي أنا جاي أقول لك عليه اللي هو الفيلوسيتي. يعني إيه فيلوسيتي؟ أنت هتقول لي الفيلوسيتي اللي هي ريت اوف تشينج اوف بوزيشن. مش متعود بس على القلم فيستحمل الخط عشان الليكشر الجايين دول. دي اليونت تايم اللي هي الديسبيسمنت على التايم، وده الفورمولا بتاعتها. انا بقى مش جاي اقول لك الكلام ده لان عارف اللي انت عارفه. انا جاي اقول لك ازاي صيغنا المفهوم ده، لان هو ملوش اثبات رياضي، هو مفهوم إن احنا ادركناه فصيغناه. عايز اعرفك احنا ازاي ادركناه وعرفنا نصيغه بالطريقه دي. انا لو عندي جسم المنظر ده اتحرك مثلا
5 متر في زمن 1 ثانية، وده اتحرك 10 متر في زمن 1 ثانية. يعني لو جيت أوصف الجسم ده أقول إن هو ماشي 5 متر في الثانية، وده ماشي 10 متر في الثانية. لو سألتك مين أسرع هتقولي اللي على اليمين اللي ماشي 10 متر في الثانية. منطقي. ماشي، يكمل. طلع جبت لك جسمين تانيين. تلاتة 75 متر في 3 ثواني ونص. جسم تاني ماشي 86 متر في 4 ثواني ونص. وسألتك مين فيهم أسرع، هتقول لي هتستخدم الفورمولا اللي أنت عارفها. ف... فأنا جاي النهاردة أقول لك إحنا جبنا الفورمولا دي إزاي. فلو نرجع للمثال اللي فوق، أنا سألتك مين أسرع، قلت لي اللي على اليمين. ليه؟ لأن هو ماشي 10 متر في الثانية والتاني ماشي 5 متر في الثانية. من هنا جت لنا فكرة، طب ما نشوف الجسم ده بيمشي كام متر في الثانية، ومن هنا صغنا مفهوم الفيلوسيتي. فليه بقى بنعمل الديستانس على التايم عشان أعرف هي بتمشي كام متر في الثانية. برضه ليه؟ هنرجع في الزمن لأنك كنت في رابعة ابتدائي وبتتعلم الحساب، عشان يقول لك معاك 8 تفاحات عايز تقسمها على شخصين وتعرف كل شخص هياخد كام. فكنت بتحط التفاحات، عدد التفاحات في الدست وعدد الأشخاص في المكرونة، لأن معنى اللي أنت بتعمله ده إن أنت هتوزع اللي في الدست على النكرام وتعرف النكرام هياخد كام واحد من الدست. دي نفس الفكرة. معايا عدد من النترات عايز أعرف كل ثانية هتاخد منها كام. فمنها صيغنا قانون الفيلوسيتي اللي هو دي حطين، هو معناه إن الجسم يمشي كام متر في الثانية. كان كيلومتر في الساعة. مش هنختلف بقى في حكاية الوحدات. ده المفهوم السهل اللي محدش قاله لنا ومتعرفش ليه، بس كان مهم تعرفه وتعرف ازاي صيغناه، مش مجرد فورمولا بتحل بيها وخلاص. لأن هو الحل ملوش معنى لو انت مش عارف تحلل الداتا اللي طلعت لك تعرف ازاي صيغناها. بعد كده هنتكلم في حاجة كمان، وهي شوية فورمولا كده وأنواع للفيلوسيتي. أولا أول نوع منها يونيفورم. يعني إيه يونيفورم فيلوسيتي؟ يعني الجسم يمشي بسرعة ثابتة، يعني بيحصل إزاحة ثابتة. دي معنى يعني أنا لو في الثانية همشي 5 متر، في الثانية اللي بعديها همشي 5 متر، في الثانية اللي بعديها همشي 5 متر. ده معنى يونيفورم فيلوسيتي. ودي بتبقى دلتا إكس على دلتا تايم. في بقى ده ديسبيسمنت يعني يونيفورم جديد. دي بتبقى ديستانس على التايم. طب ايه الفرق بين الديسبيسمنت والديستانس والفيلوسيتي والسبيد؟ هقوله لك بس اتقل سيكونس. بعد كده وقلت لك هات الدلتا اكس بتعرف لوحدها، هتقول لي انها الفي في التي. ماشي. في بقى لو يونيفورم فيلوسيتي، فانا ساعات بيقول لي ان الجسم ماشي يونيفورم فيلوسيتي. السرعة تتغير، أجيب الإزاحة اللي هو بيمشيها في الفترة دي إزاي؟ بسيط. الفيلوسيتي ساعتها ناخد الافريج، لان هو مش ماشي بسرعه معينه، هو ماشي سرعات مختلفه، فناخد السرعه الابتدائيه والسرعه النهائيه مجموعين على بعض واقسمهم على 2. دي الفي افريج اضربها في التايم هي ريت الديسبيسمنت. ودي الفورمولا اللي بنستخدمها لو السرعه متغيره يعني ماشيه باكسلريشن. بعد كده هنتكلم في حاجه اهم، مش اهم حاجه برضه كمان يعني، اسمها الانستنتينوس فيلوسيتي. يعني ايه؟
يعني ايه عشان اقول لك يعني ايه هي معناها السرعة اللحظية، بس عشان افهمها يعني ايه بجد لازم افهمك الفرق بينها وبين اليونيفورم والفلوسيتي. فاهم؟ لو انا كنت هنا مثلا لفيت في اسكندرية الساعة 12 الصبح، رحت القاهرة على الساعة 3 العصر، وما تسألنيش عن أسئلة هتقول لي هتاخد وقت أقل، وما تقوليش المسافة قد إيه عشان أنا معرفش. قلنا يعني 3 ساعات. المسافة 12 كيلو. أنا عارف إنها مش 12 كيلو، ما تتكلمش على أرقام. خلينا نشرح الفكرة. ماشي، يونيفورم فيلوسيتي يعني إيه؟ يعني دلتا إكس دلتا تايم، اللي هي 12 على 3. ماشي، يعني 4 كيلومتر في الساعة، يعني أنا همشي 4 كيلومتر في كل ساعة. ماشي. السرعة دي إمتى؟ لا، السرعة دي في الفترة دي. يعني إيه في الفترة دي؟ يعني وأنا هنا معرفش، ولا وأنا هنا معرفش، ولا وأنا هنا معرفش. لا، دي السرعة اللي أنا خدتها، دي المتوسط يعني. افريج أنا مشيت 4 كيلومتر في الساعة، لكن أنا ممكن أكون سرعت في لحظة، حتى وقفت شوية، حد ريحت، مشيت ببطء في حتة. وأنا معرفش في كل لحظة من دي أنا مشيت قد إيه. هنا فيديو معنى instantaneous velocity، أنا بعرف في اللحظة دي سرعتي كام، في اللحظة دي سرعتي كام. دي بعرفها إزاي؟ ده اديك البوزيشن أو الديستنس كفانكشن في التايم، هتشتقها يديني الفيلوسيتي. شرح الموضوع ده بتاعنا فيزيائي عميق مش زي اللي متعودين عليه في الليكشر اللي بعد الجاية، وأنا بشرح لك الكائنات الإكويشن. بس أنا كنت عايز أفهمك بس الفرق بداية كده، يعني إيه instantaneous velocity و uniform velocity، والفرق. الفرق إن في uniform velocity أنا هقول لك average، يعني السرعة المتوسط، يعني مشيت قد إيه في الفترة دي كلها. إنما ال instantaneous في اللحظة دي بالذات أنا كنت ماشي بكام. ده الفرق بينهم. ماشي. ده إيه ده؟ أه. دلوقتي هنتكلم على مفهوم تاني، وهو الأكسلريشن. وأنت هتقولي اللي هو rate of change للفيلوسيتي. ماشي. انا عايز اقول لك ازاي، زي ما قلت لك ازاي صيغنا المفهوم الاولاني للفلوسيتي، ازاي صيغنا المفهوم ده للاكسلريشن. يعني فهمني. بص، هنا السرعة بتاعتي كانت 0، هنا السرعة بتاعتي كانت 5 متر على الثانية، وهنا السرعة بتاعتي 10 متر على الثانية. دي كل فترة من دي 1 ثانية. في الفترة دي لقيت إن السرعة زادت بمقدار 5 متر على الثانية. فين؟ على الثانية الواحدة. طب الفترة دي لقيت إن السرعة زادت قد إيه؟ 5 متر على الثانية في الثانية. فلقينا إن السرعة بتزداد في فترة معينة في الزمن سميناها تسارع، اللي هو الأكسلريشن. اه، طب ازاي بقى هصيغ القانون بتاعه؟ أنا فهمت يعني ايه أكسلريشن. هو التسارع في فترة، يعني السرعة بتزيد في فترة زمنية معينة، هو تغير في السرعة فترة زمنية، يعني هو منطقي الصراحة، مش هو. اه، بس أنا ازاي بقى هصيغ القانون؟ هقولك. كان عندي جسم ماشي ب15 متر في الثانية. في ابتداء دي بدايته يعني، ونهايته كانت 45 متر على الثانية في 4 ثواني.
هو كده التسارع قد ايه؟ هتقولي انا كنت بجيب الفرق اللي حصل في السرعة هنا دي. فهنا هعمل نفس الكلام، هجيب فرق اللي حصل. كان 15 ده 45 الفرق. آه مش معقولة، مش معقولة. فرق 30. يعني هي الاكسلريشن كده 30 متر على الثانية سكوير. الكلام ده غلط ليه؟ لأن أنا لما عملت كده فوق كان هو الكلام ده في الثانية الواحدة. انت دلوقتي جبت الفرق للفيلوسيتي، بس ده لل4 ثواني. أنا عايزه للثانية الواحدة. للثانية الواحدة، طب هعمل ايه؟ نفس المنطق اللي عملناه فوق. احنا عملنا ايه فوق؟ قلنا معايا عدد، عايز اوزعه على عدد، اعرف العدد. عندي ثواني، عايز اعرف كل ثانية فيها هتبقى فلوسيتي فيها بتزيد قد ايه. هعمل ديفيجن. ده معناه ان الاكسلريشن هو الديفرنس velocity على الديفرنس في التايم، على الديفرنس بتاع التايم، عشان اوزع اعرف ان الثانية الواحدة بتاخد قد ايه من السرعة. نفس المثال بتاع التفاحات اللي خدته في رابعة ابتدائي، هكذا. فمن هنا صيغنا الفورمولا بتاعت الاكسلريشن. الفي فاينل ماينس الفي انيشيال على الدلتا تي. لو لقيت ان الفي فاينل اكبر من الفي انيشيال، ده معناه ان حصل اكسلريشن. يعني ايه تسارع؟ طب لو لقيت ان الفي فاينل اقل من الفي انيشيال، ده معناه ان حصل ديسلريشن، تباطؤ. طب لو لقيت الفي فاينل قد الفي انيشيال، فكر انت، هي ماشية بالنورمال فيلوسيتي، وده معناه ان الاكسلريشن بكام؟ الزيرو. ليه؟ لأن احنا لما صيغنا التعريف بتاع الاكسلريشن قلنا هو اللي تشينج اللي بيحصل للفيلوسيتي. هنا السرعة ما اتغيرتش، بالتالي مفيش تشينج، يعني مفيش اكسلريشن. نفس المنطق برضه في الفيلوسيتي. لو انا اخدت الكورة رميتها لحد فوق وقلت لك ان ده الماكسيمم ديسبيسمنت الكورة تقدر تطلع، بمعنى الكورة مش هتقدر تطلع فوق، دي أقصى حاجة. فلو سألتك السرعة هنا كام، هتقولي الصفر. ليه؟ لأن السرعة هو اللي تشينج في البوزيشن، وأنا بقول لك في البوزيشن مش هيتغير، دي آخر حاجة. فده معناه إن في اللحظة دي السرعة في صفر، لأن مفيش تغير. أتمنى تكون واضحة يعني. وطبعا دي اسمها average acceleration في simultaneous acceleration، اللي هو derivative بتاع ال v على التايم، على derivative التايم، اشتراك السرعة بالنسبة للزمن. مش عارف إيه اللي بقوله ده، وده هشرحه في الليكشر التانية بالتفصيل. مش مجرد هنعمل derivative نجيب الاكسلريشن، لا أنا عايز أشرح لك المعنى لده، ليه بستخدم ده، وازاي جبنا الفانكشن. يعني انا قلت دي الفانكشن للبوزيشن، بقول لك اشتقتها هات الفيلوسيتي. انا جبت الفانكشن دي ازاي؟ يعني مين، يعني ايه الشيء اللي عملته تجريبيا خليني اقدر اوصل للفانكشن دي، لان الجسم يمشي بالفانكشن دي. ده شيء عايزين نعرفه. ماشي. ثانيا في حاجه اسمها الساين. يعني ايه؟ اشارات. انا فرضت ان اي حاجه هتمشي اليمين تبقى اشارتها بوزيتيف، واي حاجه هتمشي شمال اشارتها نيجاتيف، اي حاجه هتمشي تحت اشارتها نيجاتيف، واي حاجه فوق بوزيتيف. بمعنى يعني أنا لو في سرعة جسم ماشي من الناحية اليمين، فالسرعة بتاعته لو هي 10 هتبقى بوزيتيف 10. لكن لو نفس الجسم ده ماشي بالشمال بسرعة 10 هتبقى نيجاتيف 10. الإشارة معناها اتجاه، وكذلك في الأكسلريشن، وكذلك في الديسبيسمنت. فلما أقول لك مثلا إن الأكسلريشن
نيجاتيف 10، هل ده معناه إن حصل؟ أصل بص، أنت لو عملت كده وعوضت، يعني لو قلنا إن الفي فاينل أقل من الفي إنيشال، فالإكسلريشن هتطلع بالنيجاتيف، وده قلنا إن حصل ديسلريشن. هل معنى إن الإكسلريشن بالنيجاتيف إن حصل ديسلريشن؟ مش شرط. إزاي بقى؟ لو الجسم ماشي كده في الفيلوسيتي البوزيتيف، لو هي عربية رحت أنا دايس فرامل، فأنا عشان دوست فرامل ده معناه إن الأكسلريشن الناحية التانية بتزقه الناحية التانية العكس، فالأكسلريشن ناحية الشمالية النيجاتيف، فحصل تباطؤ والأكسلريشن دي النيجاتيف. طيب العبث ده، إيه القرف ده؟ لو العربية ماشية في ناحية الشمال فالسرعة بتاعتها بالنيجاتيف، ورحت دايس بنزين، فأنا كده بعمل أكسلريشن بزود السرعة، فالأكسلريشن برضه هتزق في ناحية اتجاه السرعة اللي هي الشمال، فالأكسلريشن دي النيجاتيف. لكن هلاحظ إن السرعة بتزيد وده أكسلريت وكده حصل تسارع، مع ذلك إشارة الأكسلريشن نيجاتيف، إشارة الأكسلريشن ما بتدلش، مش لازم تدل على إن بيحصل تسارع أو تباطؤ، ده هي بس بتدل على اتجاه الأكسلريشن. فإحنا كده نستنتج إيه؟ لو الأكسلريشن نفس اتجاه السرعة فبيحصل تسارع، لو عكس اتجاه السرعة بيحصل تباطؤ، أيا كان إشارتهم. فهي الإشارة ما بتدلش غير على اتجاه. كده فهمتك المفهوم بتاع الفيلوسيتي والأكسلريشن. هندخل على الديسبيسمنت، وده مش ينفع أشرحه لوحده، يعني ده لازم أقارن بين الديسبيسمنت والديستانس. distance والديسبيسمنت. لو أنا كنت واقف هنا النقطة إيه، وهشيل كده 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 لحد ما بقيت هنا عند النقطة B، فالطريق اللي أنا مشيته ده اسمه الديستانس، هو الطريق الحقيقي اللي أنا مشيته. لكن شايف الخط اللي أنا هعمله ده اللي ما بين النقطة اللي أنا ابتديت بيها والنقطة اللي أنا نهيت فيها، ده اسمه ديسبيسمنت، الإزاحة. هو فيرشوال دوز، يعني إيه؟ طريق خيالي، مش ده اللي أنا مشيته عشان أوصل هناك. أمال إيه معناه؟ معناه هي بالعربي اسمها إزاحة، فهو معناه الحد اللي أنا زحزحته عن موضعي الأصلي. أنا بقيت فين بالنسبة لمكاني الأصلي، اتجاهي. آه، إنما مش معناه إن أنا أعرف مشيت قد إيه. فلو جينا نعمل مقارنة بين الديستانس والديسبيسمنت،
هلاقي إن ده distance هي ال actual dose اللي أنا بمشيه. لكن displacement هي shortens distance between ال start and ال end point. فالديستانس كمية سكيلور، يعني هي عبارة عن كمية ملهاش اتجاه. 10 متر يعني أنا مشيت 10 متر، سلك طوله 10 متر هكذا. إنما الديسبيسمنت هي فيكتور كوانتيتي ليها اتجاه، ممكن تقابل نيجاتيف، ممكن تقابل بوزيتيف، ممكن تبقى زيرو. إنما الديستانس هي دايما كمية، سكيلور، فدايما هي بوزيتيف. ممكن ناخد شوية أمثلة عشان أقول لك منها الأمثلة دي، أقول لك البوزيشن الديسبيسمنت بكام والديستانس بكام، ازاي هنحسب دي ونحسب دي. لو أنا مشيت كده كده لحد ما بقيت هنا، ودي 3 متر، ودي 4 متر، الديستانس بتاعها لو قلت لها هاتلي الديستانس، هتقولي الديستانس هي المسافة اللي أنا الحد اللي أنا مشيته. أنا مشيت 3 كده و4 كده، يعني هما على بعض 9 متر. طب لو قلت لها هاتلي الديسبيسمنت هي إيه؟ هي أقصر مسافة، دي نقطة البداية ونقطة النهاية، الحد اللي أنا زحزحته اللي هي دي. بمعنى تاني، أنا بقيت فين بالنسبة لبدايتي؟ بقيت هنا، الخط ده كده. ماليش دعوة أنا مشيت قد إيه أو مشيت إزاي، أنا عايز أعرف إيه اتجاهي بالنسبة لبدايتي، ده المعنى. ده طبعا ده فيثاغورس، هتجيبها فيثاغورس، أنا مش فارقة معايا تجيبها إزاي، أنا بس فاهم المعنى، عايز أفهمك المعنى. طريقة تانية، حاجة كمان، لو أنا مشيت كده 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 رجعت هنا تاني، وقلت لك إن كل ده 100 متر، قلت لك الديستانس بكام، هتقولي من الحد اللي أنا مشيته من 100 متر. طب لو قلت لك ديسبيسمنت، نقطة هي نقطة النهاية ماينس نقطة البداية، فكك من الطريقة دي. أنا قلت لك هو اتجاهك بالنسبة لبدايتك، أنت فين؟ أنت في نفس النقطة اللي ابتديت بيها، ده معناه إن أنت ما حصلش إزاحة، ما حصلش ديسبيس بزيرو، هكذا. بمعنى تاني، لو قلت لك أنت المسافة بينك وبين الدراسة بتاعتك قد إيه أو الكلية، هتقول لي 50 متر. طب لو قلت لك إنك مكان المدرسة بالنسبة لك قد إيه، هتقول لي 100 متر من ورا، من ورا الديت عندك، أو 100 متر على يمين على يمين الديت، أو 100 متر على شمال الديت. فبالتالي أنت عشان هتوصف المكان اضطريت تقول اتجاه، فاللي نعى نعى المسافة. فالمسافة احنا بنعرف نقولها، 100 متر، 50 متر، 20 كيلو، أيا كان، فهو رقم. لكن عايز أقول يمين شمال قدامي ورايا، فبالتالي في اتجاه، فبرمز بالإشارة. زائد فأنا بستخدم الديسبيسمنت عشان أوصف مكان بالنسبة لي، أو مكاني بالنسبة لبدايتي. الخلاصة، أنت استخدم ديسبيسمنت وأنت استخدم ديستانس. لو مثلا عايز تعرف موقع شخص بالنسبة لبدايته، فهتستخدم الديسبيسمنت، لأن زي ما قلت يعني مثلا هي لو كده دي بدايتك دي نهايتك، ماشي. أنا لو قلت لك هاتلي مسافة
المسافة المسافة هي الحد اللي هو عمال يمشيها دول، صح؟ اه. دي المسافة اللي هو ماشيها، صح؟ اه. أنا عايز أقول لك أوصف لي مكانه بالنسبة للبداية بتاعته. دي البداية ودي النهاية. فالحتة دي كده هو وصفك لمكانه. لو دي 10، انت لو هو ماشي تقول لي ده كده حوالي 60 متر. لكن لو قلت لك مكانه بالنسبة لك هتقول لي 10 متر. دي الضغط لأنها باليمين يعني. لأن هو على يمينك، فاحنا افترضنا إن اليمين الإشارة دايما ضغط. فهو 10 متر. لأن هو الديستانس اللي ماشيها مش 10 متر، إنما أنا بقول لك يوصف لي مكانه بالنسبة لبدايته. ماشي. طب لو عايز أعرف المجهود اللي أنا عملته، أو الورك اللي هو الورك، أو لا فوق من الورك، مجهود أو مثلا بنزين الوقود، حرقت وقود قد إيه. عايز أعرف وقت الرحلة اللي أنا قضيتها. عايز أعرف طول السلك أو أي شيء مادي. هنا هستخدم الديستانس. لأن مثلا لو عايز أحسب أنا صرفت بنزين قد إيه ومشيت 100 متر، يعني أنا لو عايز أعرف البنزين اللي أنا قضيته أو الوقت اللي أنا أخدته عشان أمشي المسافة دي كلها هنا لهنا، مش هستخدم دي لأن أنا أوريدي ما مشيتش دي. أنا مشيت دي. هنا هعرف من هنا هعرف أحسب أنا حرقت بنزين قد إيه أو أخدت وقت قد إيه. إنما دي أنا بوصف مكاني بالنسبة لبدايتي. أتمنى أكون وضحت الفرق. أنت هتستخدم displacement، أنت هتستخدم distance، وإيه الفرق ما بينهم. وبالتالي في السبيد والفيلوسيتي، لو أنت عرفت تستخدم أنت displacement هتعرف تستخدم أنت velocity. لو عرفت أنت هتستخدم الديستانس فبالتالي أنت بتستخدم السبيد. هي مش محتاجة يعني، مش محتاجة ذكاء. دلوقتي بنتكلم في حاجة جديدة، هي إن إحنا نوصف موديل جسم ماشي تحت سرعة ثابتة. يعني إيه؟ vertical under constant velocity. ده أعرف أقرأ يعني إيه. بص، اكتب كده القانون. لو قلت لك ارسم لي اضرب الفيلوسيتي دي هنا، وأدي دي الناحية التانية عكس الإشارة، هتلاقي إن الإكس فاينل تساوي الإكس إنيشيال زائد الفي الدلتا تي. ده إيه؟ أنا كده جبتلك الدوزيشن كفانكشن في التايم. أنا هعرف بدايتي، وبالتالي أنا ماشي بسرعة ثابتة. أنا عارف السرعة، وفي الفترة الزمنية المعينة أقدر أدلت أنا هبقى فين. ده المعنى الوصف ده. إزاي أدرس الارتيكل ماشي بسرعة ثابتة؟ هو ماشي بسرعة ثابتة، فأنا عشان أوصف حركته فأنا كده كده مفيش أكسلريشن. ليه؟ لأن السرعة ثابتة. فدي الفورمولا اللي أنا بستخدمها عشان أوصف الجسم ماشي بسرعة ثابتة. أوصفه إزاي؟ أنا هحتاج دلوقتي displacement والسرعة، وكده كده إحنا محتاجين تايم، صح؟ ماشي. إكس نوت دي هي الريفرنس بوينت، النقطة المرجعية اللي أنا قلت لك عليها في الأول خالص لما شرحت لك يعني إيه بوزيشن. فلو هي بصفر فخلاص صفر، فده كده لا هيوصف لي البوزيشن النهائي اللي أنا هبقى فيه. لكن لو مش بصفر هتبقى مهم أعرف النقطة الابتدائية بتاعتي إزاي عشان أعرف لو أنا همشي 5 متر في الثانية. ماشي، لو دي سرعتي ده معناه إيه؟ أنا في الثانية الواحدة همشي 5 متر، وأنا ابتديت من الزيرو، فأنا كمان ثانية هبقى فين؟
هيبقى عند بعد 5 متر. ماشي. لكن لو الريفرنس بوينت بتاعتي مكانتش من الزيرو، كانت 10 وأنا 10 متر، فأنا هبقى فين دلوقتي؟ هبقى عند بعد 15 متر. عرفت ازاي؟ ليه مش نفس دي؟ ليه؟ لأن الريفرنس بوينت اتغيرت، البوزيشن بتاعي الابتدائي مش صفر، نقطة مسافة تانية. هي كده السبب اللي خلاها كده، مش ده اللي أنا جاي أقوله دلوقتي. أنا بس اللي جاي أفهمهولك أهمية ريفرنس بوينت، لازم تعرف البوزيشن أو بدايتك كانت فين. فدي الفانكشن اللي بنوصف بيها البارتيكل اللي هو ماشي تحت الكونستانت فيلوسيتي. لو عاوزين نرسمها في جراف، طلع مع بعض نرسمها تاني. هل هيبتدي من هنا؟ عادي. هل هيبتدي من هنا؟ عادي. ايه الفرق؟ هنا السلوب هو الفيلوسيتي. ليه؟ لأن الفيلوسيتي هي الدلتا اكس على الدلتا تي، وده كده ده كده الديفرنس الوايت على ديفرنس الاكسات اللي هو السلوب. ده أكيد مش عايز أغير وفاهم الكلام ده. ايه بقى فرق بين الخطين دول؟ يعني نيجي نوصف الجسم. الجسم كده كده احنا عرفنا من المنظر ده إن هو ماشي فيلوسيتي ثابتة. ماشي. لكن هنا ابتدى منين؟ ابتدى بالصفر، الأوريجينال، فده الريفرنس بوينت بتاعته الإكس نوت إنيشيال دي زيرو. إنما هنا مبتداش من الزيرو، هنا ابتدى. حتى بص، لو هنا، لو ده نفس الزمن، هو الخط معقول 4 ثواني، ده 4 ثواني. بص هنا بقى فين، وهنا ده فين. إكس الموقع النهائي اتغير بالنسبة، لأن الموضع بدايته مكانش واحد، فبالتالي نهايته مش هتبقى واحدة. حتى لو في نفس الفترة الزمنية، نفس السرعة الثابتة. دي الطريقة يعني. أنا بس بحاول كل ده هيبان لما نيجي بقى نحل. دي بقى ميزة البروبلم، إنها تخليك تعرف تحلل النتائج. لكن عشان تعرف تحلل النتائج لازم تفكر برضه ازاي حاطينها واستوعبنا المصطلحات دي. فأتمنى تكون النقطة دي وضحت. بس بعد كده نوصف حاجة كمان، الارتيكل بس under constant acceleration. يعني ايه؟ الاكسلريشن عبارة عن final minus v initial دلتا تي، اضرب الدلتا تي في الاكسلريشن وادي دي الناحية التانية، تطلع ال final تساوي ال initial زائد الاكسلريشن دلتا تي. وده ايه بقى؟ كده احنا قلنا الفيلوسيتي فانكشن في التايم، والكلام ده لو الاكسلريشن كونستانت. ولا طبعا انت بتلمح على القانون ده لو اول قانون من قوانين الحركة. سيبك من الموضوع ده دلوقتي. ده معناه ايه؟ ده معناه دي الفورمولا اللي اقدر استخدمها عشان اعرف سرعتي النهائية في اي فترة زمنية معينة انا حاططها. لكن ده هيختلف لو بدايتي مختلفة. يعني لو بادئ من صفر فسرعتي النهائية مختلفة، ولو بادئ من سرعة معينة فسرعتي النهائية هتختلف عن السرعة لو بدأت من الصفر. صح؟ حتى لو في نفس الفترة الزمنية. عشان لما تبقى قدامك جراف تبقى انت عارف تحلل البيانات، عارف تحلل الداتا عن الأرقام اللي معاك دي. يعني الدارت تمشي ازاي. لما اقول لك ان السرعة الابتدائية كذا والتايم دي كذا والاكسلريشن دي كذا، هات لي الفاينل فيلوسيتي. هو مش مجرد قانون هتطبقه هتحط ارقام هتطلع لي فاينل فيلوسيتي. انا مش عايز، مش ده المطلوب منك. المطلوب منك ان انت هتبقى عارف ان الجسم ده ابتدى بالسرعة دي،
حتى لو انت طلعت ال- الرقم غلط او حسبته غلط، هتبقى عارف ان هو غلط لانك فاهم الرقم. يعني مينفعش ناس ان هو بادئ اللي هو الاكسلريشن بتاعته مثلا 10 متر على الثانية، يزيد 10 متر كل ثانية، والتلات ده 3 ثواني، وهو ابتدي من الصفر، فتطلع اكسلريشن ل60 مثلا. السرعة النهائية مش منطقي. انت عارف، انت بقيت فاهم المصطلح جبناه منين، فبالتالي انت عارف ايه اللي بيحصل للدارتكل وهو ماشي، فبالتالي الأرقام اللي هتطلع هتعرف هي منطقية وصح ولا لأ. وده فدي أهمية ال initial condition أو ال initial velocity initial position أيا كان. دايما أهمية عشان تدرس أي vertical لازم تبقى عارف ال initial condition بتاعه، حالاته الأولية. وطبعا لو حد نرسمها. ده منظر الجراف. الموضوع ده مش هيبقى واضح لك قوي، لأن أنت محتاج تحل عليه بروبلم عشان أوضح لك وجهة نظري اللي أنا عايز أقولها لك. يعني لو حسيت نفسك من آخر جزئية بتاعت الأنالايز بتاع الموديل، اللي هو لو الارتيكل تحت سرعة ثابتة أو أكسلريشن ثابتة، فممكن بس أنت هتلاقي إن في حتة ناقصاك، الحتة دي هتبان في البروبلم إن شاء الله. وإحنا إن شاء الله هنحل كتاب السيلوي كله، مش في الشابتر ده بس، في كل الشباتر إن شاء الله. فمتقلقش يعني هنحل كتير. أتمنى أكون استفدت، وإن شاء الله نكمل في الليكشر الجاي.